من دكان صغيرة إلى واحدة من أبرز الشركات العاملة في مجال توزيع المواد الاستهلاكية بالتجزئة والجملة، تعد شركة ميرزا الحلي اليوم من المؤسسات الاقتصادية الناجحة في مملكة البحرين. انطلقت الشركة عام 1975 على يد الحاج ميرزا الحلي كبقالة لبيع المواد الغذائية، وبلغ عدد موظفيها آنذاك 8. ولكن في العام 1993 أصبح للشركة طموح أكبر، أن تتوسع في مجال مبيعات التجزئة وتفتتح مراكز لبيع المواد الغذائية. في السبعينات ابتديت بدكان صغير وتوسعنا في التسعينات، طموح إلى محل ثاني اللي هو يتكون من شترين، وبعد الشترين صاروا 3 شترات، وبعد من 3 شترات طموحنا صار أكبر. وشهد عام 1999 أول تطور جذري في نشاط الشركة، حيث تحقق أول طموح مع افتتاح أسواق الحلي على شارع البديع لتبلغ مساحتها 1000 متر مربع، وتزود بأحدث أجهزة العرض والتبريد، وتلبي طلبات المستهلكين، وتقدم باقة متنوعة من البضائع وبأسعار منافسة وعروض حصرية. ولم تتوقف أعمال التطوير عند هذا الحد، فتم توسعة الفرع عام 2003 بمساحة قدرها 500 متر مربع، وحينها وصل عدد الموظفين إلى 60. ومع ازدياد حجم النشاط التجاري للشركة، قرر الحاج ميرزا الحلي تحويل المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، والعمل على افتتاح فروع جديدة لها أقرب إلى مناطق سكن الزبائن. ففي العام 2006 تم افتتاح فرع لأسواق الحلي في منطقة توبلي، وفي العام 2008 تم افتتاح الفرع الثالث لأسواق الحلي في منطقة عالي بمساحة 3000 متر مربع. اللي ساهموا في الإنجاز هم الأولاد من بعد المحلات الصغيرة، من جد حافظ هو رايح إلى ما وصلنا إلى هالمرحلة، إلى ما وصلنا إلى توبلي. الوالد الله يحفظه يعني الميزة اللي تميزه إنه هو كان يعطيك الثقة زين، وكان مرن، وهذه ميزة كانت شجعتنا بشكل كبير جدا إن فعلا إحنا نحاول وننطلق، وكل اللي صار هذا بمباركة وباندفاع زين ودافعية كبيرة من الوالد. وكجزء من استراتيجية الشركة في التوسع في المجالات المرتبطة بالمواد الغذائية، شرعت الشركة عام 2009 إلى افتتاح قسم للتوزيع بالجملة تحت اسم شركة الطيب للتجارة. استطاع هذا القسم الجديد أن يرسم لشركة ميرزا الحلي علاقات تجارية أوسع مع بلدان من الوطن العربي والعالم. ويحتوي هذا القسم على مخزن يستوعب حوالي 60 حاوية سعة 40 قدم مكعب، كما يضم معملا لتعبئة السكر، ويصل عدد القوى العاملة فيه إلى 21 موظفا. لأن مستوى الطموح بالنسبة إلينا أعلى من هذا، لذلك قررنا أن نستثمر في بناء مخازن خاصة بنا، وبالفعل بنينا هذه المخازن في منطقة الحد. وتشرع الشركة الآن في بناء مخزن حديث بمساحة 3500 متر مربع، يستوعب حوالي 220 حاوية سعة 40 قدم مكعب في منطقة الحد بمدينة سلمان الصناعية. وفي أواخر العام 2012 افتتحت شركة ميرزا الحلي مطعما من الدرجة الأولى في شارع البديع باسم مطعم الطيب، يتسع لحوالي 150 ضيفا، ويقدم أطباقا عربية، هندية، إيطالية وغيرها من الأطباق العالمية. وكانت شركة ميرزا الحلي عام 2013 قد حولت صفتها القانونية لشركة ذات مساهمة مقفلة من أجل تطوير قدراتها الإدارية والتنفيذية. وتملك الشركة حصة في شركة أسماك البحرين.
بلا شك احنا نطمح الجيل اللي يجي يستلم في إدارة الشركة يمشي على ضوابط، يمشي على استراتيجية واضحة تحكمها القوانين والأنظمة، وأكيد بلا شك نعطيهم الثقة مثل ما أعطانا الوالد الثقة. تعمل شركة ميرزا الحلي على تطبيق أعلى معايير الإدارة، لذلك فهي تعتمد على إدارة مركزية تضم أقسام الموارد البشرية، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات، الصيانة وتطوير المشاريع، المشتريات، المبيعات والتسويق، إضافة إلى وضع خطط مستقبلية تفتح للشركة آفاقاً أوسع لتدشين فروع جديدة لأسواق الحل وامتلاك علامات تجارية عالمية لبضائع استهلاكية. كما تتمتع الشركة بعلاقات تجارية مستدامة تفوق مدتها 20 عاماً مع شركات كشركة أبو داود الصفار، يونيليفر البحرين، صالح الصالح، عبد اللطيف العوجان وغيرها. كنا نحافظ على سمعتنا مع التجار ومع الزبائن، احنا دائما في خدمة الزبون، والزبون على اساس يثق منا، هذه الثقة هذه اهم شيء. وانطلاقا من مسؤوليتها نحو المجتمع البحريني، خصصت الشركة 4 منح دراسية جامعية سنوية، وتولي توظيف البحرينيين من الجنسين أولوية، وذلك ضمن سعيها لصناعة كوادر بحرينية رائدة في مجال التجارة وبيع المواد الاستهلاكية. وتمثل نسبة البحرينيين حوالي 60% من القوى العاملة التي يصل مجموعها إلى 240 موظفاً. وكانت الشركة سباقة في إدخال الموظفين البحرينيين في برامج تمكين الخاصة بتحسين الأداء الوظيفي لترفع من مستوى أدائهم وإنتاجيتهم. وقد حظيت الشركة على تكريم المجلس النوعي كشركة مساهمة في تدريب القوى العاملة البحرينية. مسؤولية مجتمعية وتنمية اقتصادية، إنها أسواق الحل.